بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. مرة أخرى في الأرقام المميزة في البنكنوت المصري. 50 جنيه، 114 رقم حلو، 1 إصفار 1، ورقم غداري ينطق من اليمين مثل ما ينطق من اليسار. جنيه دال، توقيع أحمد زندو، ده إحلال. 50 جنيه 10، توقيع إسماعيل حسن، حالة جيدة. 50 جنيه 33، محمود أبو العيون، وقع كمية قليلة جدا من الصاغات المصرية. 28 المشتركة، طبعا هنا حالتها مش حلوة قد كده، ولكنها ورقة مهمة جدا في البنكوت المصري. هي 28 دي مشتركة ما بين توقيع أعتقد إسماعيل حسن و 4، توقيع إسماعيل حسن. هي 30، توقيع محمود أبو العيون. نون 200، توقيع أبو العودة. دول رقمين مسلسلين. نون 200، 945، 946. طبعا زي ما قلنا قبل كده، إن أي ورقة تيجي معاك أنصر ما تحاولش إنك أنت تسيبها. طبعا محمود أبو العقدة مشي خلاص، فيبقى التوقيع بتاعته دي لها برستيج ولها تبقى حلوة. هنا أبو العقدة اهي 200، هنا اهي 200 فوق العقدة. هنا 7 مليون وشوية، هنا 6 مليون وشوية. طبعا فوق العقدة وقع كتير، اللي هي 6. توقيع إسماعيل حسن محمد. دي اهي 11، توقيع إسماعيل حسن محمد. اهي 1، حالة مش حلوة ولكنها كأنه إصدار جميل. هي 1 دون صلاح حامد وقع على هي 1 عفوا، وقع على هي 1 ومشي، فتوقيعه هيبقى حلو ومطلوب على الأقل بعد كده. لذلك أي ورقة تيجي معاك هي 1 حالة جيدة، ما تسيبهاش، لأنه توقيع رائع وحلو. دون هي 2، توقيع إسماعيل حسن محمد. دون هي 300 اهو، اعتقد تحديدا كمان 300. طبعا محدش اجا بعد صلاح حامد، لسه مش قصدي هشام رامز، لسه مش عارفين وقع على 50 جنيه إحلال هي 300 ولا مفيش. وهنا مخلص آخر حاجة عندي 8 مليون 773 ألف. يبقى هو لو وقع على هي 300 هيبقى بيوقع بعد 8 مليون 731، يعني داخل في 9 مليون. هيبقى لو وقع على هي 300 هشام رامز هيبقى توقيعه حلو، وهيبقى توقيع شحيح، نسبة وتناسب إلى ما قبله وما بعده. طبعا موضوع دراسي أهو زي ما احنا بنوضح. لا ده هنا وهنا 400 اهو، فهو العود عمل 400 اهو، يبقى خلص 300 خالص وعمل 400 هنا. 8131 رقم السجل بتاعها. طبعا لسه فوق 10 مليون خالص.
هنا زي ما احنا قلنا 47 اهي، 47 اللي احنا شفناها قبل كده، دي مشتركة بين محمود أبو العيون وفاروق العقدة، الاتنين تحت رقم بربكس واحد، هي 47. اتغير فيه على ما أعتقد التاريخ والتوقيع، إنما باقي كل حاجة موجودة. الخيط المدفون واحد، الديزاين واحد، يبقى هو 47 محمود أبو العيون بتاريخ 6/5/2003. 47 توقيع فاروق العقدة بتاريخ 17/5/2004. عفوا، احنا هنا قلنا ان الراجل دون عمل على 400، 400 داخل فيه 804,000، يعني ما مشاش كتير. مشاش كتير، يبقى احنا قلنا هنا كده ايه، ده هنا 400 زي ما احنا قلنا، دول رقمين مسلسلين. دون هنا هي واحد حالة أنصر، هنا هي 26 تبقى إسماعيل حسن محمد، 27 إسماعيل حسن محمد، يبقى هو دون 28 محمود أبو العيون. واحنا قلنا 28 دي اللي هي 28 اللي هي أعتقد مشتركة. احنا كنا قلنا قبل كده ايه، موضوع صعب والواحد نساي قوي بينسى، يبقى دون اعتقد ابل 28 يبقى هنا 27 28 دون محمود أبو العيون اهو، 28 محمود أبو العيون، وفي 28 مشترك اللي هو دون توقيع إسماعيل حسن محمد، يبقى 28 محمود أبو العيون، 28 إسماعيل حسن محمد اللي احنا شفناها قبل كده. ده زي ما احنا قلنا 47 اللي هو المشترك، دون 400، احنا قلنا 400 الاتنين مع بعض. طيب دون 30 محمود أبو العيون، نون 200 دول مسلسلين ورا بعض. كان ورقة صدام حسين موجودة في وسط الورق المصري، ودي برضه ورقة الكوستاريكا هي من ضمن الورق المصري. طبعا هنتكلم بعد كده طبعا، يديني وإياكم طول العمر على الأوراق الأجنبية وجمالها، الأوراق البورتريه بتاع كوستاريكا دون، ظهر بتاع العملة، لوحة فنية بأبعادها جميلة جدا جدا. هنتكلم عليها ما يجي نتكلم عن الحاجات اللي هي العملة الأجنبية. طيب يبقى في هنا رقم حلو اهو، هنا 299، المفروض بعد كده يبقى 301. ده كده يعني ايه اهو، دون نجم
ده كده احنا قلنا دي ارقام، دي ارقام مسلسلة مهاش دول كده القص بتاعهم. اعتقد ان احنا شفنا دول قبل كده. طيب 323 اللي هو المشترك. طبعا دي ورقة مهمة جدا. 323 دي ورقة مهمة. أي حالة هتجيلك بأي ما تسيبهاش، لأن هي ورقة مشتركة. زي ما احنا قلنا قبل كده الورق المشترك دون بيبقى ورق صعب طالما قل عن ال10 مليون، لأن طبعا بتكون مشتركة بتبقى أقل من 10 مليون. دي أرقام حلوة في العملة. ده طبعا النسر من ورا دون كده، النسر برضه ده كده صقر وقريش من ورا هون. في اختلافات. دون توقيع زندو، ده توقيع محمد فتح إبراهيم، باين طبعا جدا هون. ده توقيع محمد فتح إبراهيم، توقيع زندو برضه هون هتلاقيه بالعلم من ورا دون أثناء الوحدة أهو. طبعا ربع جنيه النهاردة دون ربع جنيه اللي هو ربع جنيه الحا. ده ربع جنيه جميل جدا وأسعاره لسه متقاربة. دون 5 جنيه، حالة مش حلوة اللي هي كاب 7. طبعا أنا هنهي طبعا الفيديو دون عشان طبعا الناس بدأت تدقدق جنب مني، يمكن سامعين خلفية الصوت إن شاء الله. دون محمد فتح إبراهيم، ده 264. دون أحمد زندو، ده 121. دي يعني يمكن حاجات مطلوبة في 10 ساغ وال5 ساغ للمجاميع. دي جرافيكس حلو. تحت منه أعتقد ورقة هندي أهي، شوية ورقة هندية هندية. هنتكلم بقى طبعا عن العملة اللي هي الأجنبية إن شاء الله. كان نفسي أخلص معاكم الألبوم دون عشان أبقى اسمي خلصت منه، ولكن مش عارف لسه فيه شغل كتير، لسه فيه حاجات كتير. فإن شاء الله رب العالمين نبقى نكمله إن شاء الله في محاضرة تانية بمشيئة الرحمن. في شغل حلو هون هنكمله إن شاء الله محاضرة تانية بمشيئة الرحمن. نكمله محاضرة تانية إن شاء الله رب العالمين. بس نحط الحاجة اللي احنا شوفناها دي على جنب عشان ما نغلطش ونرجع نعيد عليها تاني. شكرا لحضراتكم، حسن متابعتكم، حسن إصغائكم. أرجو أن أكون أضفت شيء لمعلومات حضراتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.